أهلا بيكم يا حبايبي، وحشتوني قوي. قصتنا النهاردة مثيرة جدا، اسمعوها للآخر علشان أحداثها بتتغير كل دقيقة. بس قبل ما نبدأ قصتنا ياريت تعملوا اشتراك ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أنا ميادة، عندي 30 سنة. لو بصيت في المراية هلاقي ست الحمد لله شكلها حلو قوي. الناس بتقول عليها حسنة المظهر. متجوزة رجب طيب وعلى قد حاله، شغال بياع في شركة صغيرة، وعايشين سوا في شقة بسيطة كده من ضواحي القاهرة. جوازنا عدى عليه 5 سنين، 5 سنين بحالهم، ولسه ربنا ما رزقناش. نفسنا في عيل يملى علينا البيت، بس الموضوع كان معصلج. المشكلة مش فينا، بس المشكلة في الناس وأهلي. في كل زيارة وفي كل مكالمة لازم يفتحوا السيرة دي. ها يا ميادة، مفيش حاجة جاية في السكة؟ يا رجب، عايزين نفرح بيكم. بقينا بنخاف من المناسبات والتجمعات بسبب الزن ده، بقى هم تقيل على قلبنا احنا الاتنين. حاولنا كتير بكل الطرق اللي نعرفها، بس مفيش فايدة. في يوم قررنا ناخد خطوة، رحنا مختبر تحاليل كبير. قلنا يعني نفحص كل حاجة، الخصوبة، الحيوانات المنوية، الإباضة، أي حاجة بس في المختبر. قالوا لنا أسفين، ما نقدرش نعمل الفحوصات ديت من غير تقرير وتوثيق من دكتور متخصص. رجعنا البيت حاسين بخيبة أمل. رجب قعد يقلب في التليفون ويدور على دكتور نسا يكون كويس. فجأة وراني التليفون: ميادة، أعتقد إن الدكتور ده كويس ومناسب لينا، شوفي عنوانه كده. بصيت على العيادة، كانت قريبة قوي، يعني 15 دقيقة ماشي من بيتنا. بصيت له كده وقلت له بتردد: شكله كويس يا رجب، بس ده راجل، أنا مش عايزة راجل تاني يبص على جسمي من تحت، أنا بتكسف قوي يا رجب. طبطب عليا بحنية: يا حبيبتي ما تقلقيش، اغلب الدكاترة الشاطرين اليومين دول بيبقوا رجالة، وبعدين ده شغلهم، هم محترفين، اكيد يعني هيكون محترم ومش هيعمل حاجة غلط. انا ما كنتش مرتاحة، بس ثقة رجب في كلامه خلتني اوافق. قلت اهو علشان خاطره وعلشان خاطر حلمنا. تاني يوم رجب نزل على شغله الصبح، وانا لبست عبايتي، حطيت لمسة مكياج كده خفيف، انا اصلا مش بحب المكياج كتير، واتوكلت على الله ورحت العيادة. أول لما دخلت قلبي اتقبض شوية. السكرتير اللي قاعد بره كان راجل. خالد، قلت في سر يادي النيلة، دكتور راجل وسكرتير راجل؟ مفيش فايدة، مفيش ولا ست واحدة في المكان ده. قربت منه وقلت له لو سمحت، عايزة أعمل فحص طبي، هل الدكتور موجود؟ بصلي وقال لي الدكتور هيكون هنا في أي لحظة. بصلي كده وقال لي بس أنا شايف إن حضرتك مش حاجزة. اتكسفت قلت له أنا آسفة، آسفة جدا، نسيت أتصل أحجز، ما ينفعش أدخل من غير ميعاد. ابتسم وقال لي ما تقلقيش، اتفضلي استريحي، هو بمجرد الدكتور ما يوصل هسأله. شكرت وعدت الساعة كانت 11 الصبح، والعيادة كانت فاضية تماما، أنا المريضة الوحيدة. بعد شوية باب العيادة اتفتح، ودخل راجل أصلع بشرته كانت غامقة، في نص عمره كده، كان واضح إن هو الدكتور. دخل على خالد واتكلم معاه بجدية: في مواعيد النهاردة يا خالد؟ خالد قال له أيوة يا دكتور، في 4 حالات بس بعد الظهر، وفي واحدة كده موجودة هنا دلوقتي، ينفع أدخلها للفحص؟ الدكتور بصلي كده من بعيد وابتسم: طبعا خليها تدخل، دي 15 دقيقة. ال15 دقيقة دول عدوا عليا كأنهم سنة. بعدها خالد ندهلي، اداني شوية ورق علشان الدكتور يكتب لي فيهم، وقال لي اتفضلي ادخلي. دخلت الأوضة، كانت كبيرة، مكتب في النص وكراسي، وفي ركن من الأوضة كابينة إزاز وعليها ستاير، لمحت من وراها سرير الكشف. قلبي دق بخوف. الدكتور كان قاعد مستنيني، شاور لي قال لي اقعدي. قال لي اهلا، ايه نوع الفحص اللي حضرتك محتاجاه؟ سألني وهو بياخد مني الورق. حكيت له عن رجب جوزي، وعن ال5 سنين اللي بنحاول فيهم من غير فايدة. بص في الورق كده اللي قدامه، هو قال لي واخد بالي، تمام، احنا هنعمل اختبار خصوبة ليكي الأول علشان نشوف يعني إذا كانت الخصوبة كافية للحمل ولا المشكلة عند جوز حضرتك. هزيت راسي بالموافقة. كتب لي حاجة كده في ورقة تانية واداهالي، قال لي اعملي الاختبارات دي في المختبر الفحص وتعالي لي بكرة. شكرته ودفعت الكشف لخالد بره، اللي اداني هو كمان ورقة بعنوان المختبر. مشيت على طول المختبر 10 دقايق وكنت هناك. خدوا مني العينات في نص ساعة وقالوا لي النتيجة كمان ساعة. كنت هروح البيت وارجع، بس قلت لا، اخلص من اليوم ده كل مرة واحدة كده. وبعد ساعة كانت التقارير في ايدينا. دكتور المعمل قال لي الاختبارات كويسة جدا ومفيش اي مشاكل للخصوبة. فرحت جدا، فرحت قوي، بس في نفس اللحظة قلبي وجعني.
لو أنا سليمة يبقى المشكلة عند رجب. رجعت جري على العيادة بتاعة الدكتور. المرة دي لقيت ست واحدة بس قاعدة، كانت مستنية خالد السكرتير. خالد السكرتير ابتسم لي لما شافني، خد مني النتائج ودخلها للدكتور. قعدت على الكرسي استنيت المرة دي حوالي ساعة لحد لما الست اللي قبلي خلصت وندهوا عليا، ودخلت تاني للدكتور. أهلا يا مدام ميادة، أنا شايف تقاريرك أهو كويسة جدا وزي الفل. سكت شوية وبعدين بصلي كده بصة غريبة، بصت فحصة كده. المشكلة ممكن تكون من عند جوزك، أو يعني انخفاض الحيوانات المنوية، أو إن العلاقة الحميمة بينكم سيئة. الكلمة الأخيرة ديت نزلت عليا زي الصعقة، وشي جاب ألوان. ساعتها قال لي قوليلي بتمارسوا كم مرة، وإيه الأوضاع اللي انتوا بتعملوها؟ اتجمدت مكاني، إزاي دكتور يسأل سؤال شخصي زي ده؟ لساني تقل، لقيته أمن على الكرسي وقرب مني وحط إيده كده على كتفي. لمسته خلتني اتنفضت. بصي يا مدام ميادة، لو مش هتتكلمي بصراحة أنا مش هقدر أساعدك. أخدت نفسي بالعافية فقلت في سري علشان العيل يا ميادة، علشان حلمك. فساعتها اتلجلجت كده وقلت بصوت واطي مش عارفة أقولها ازاي، يعني احنا بنمارس مرة أو مرتين في الشهر بالأوضاع العادية يا دكتور. الدكتور مشي خطوتين حوالين المكتب وهو بيفكر. تمام، دي نسبة قليلة جدا لناس عايزة تخلف. حالة زي حالتك المفروض مرتين أو 3 في الأسبوع. هو بعدين قال كلمة سوقية عمري ما سمعتها من دكتور. أنا اتصدمت. أيوة كنا بنمارس بشكل متكرر زمان، بس اليومين دول مش كتير. الدكتور قال لي كويس. قوليلي جوزك كويس معاكي؟ يعني بيبسطك حلو؟ يعني بيقعد قد ايه وبيجيب بسرعة ولا لأ؟ وانتي بتوصلي للنشوة ولا مش بتلحقي؟ الأسئلة دي كانت زي الرصاص، حسيت اني بتعرق قدامه. قال لي ما تقلقيش، جاوبي على الأسئلة علشان أقدر إن أنا أديكي العلاج المناسب. مش انتي نفسك تخلفي؟ كان بيتكلم وهو بيشرب مية. هو قدم لي كوباية تانية. قلت وانا جسمي كله بيترعش جوزي كويس معايا، بس هو بيخلص بسرعة جدا. دي كانت أول مرة في حياتي أنطق، أول مرة أنطق بالسر ده، أول مرة أعترف بيه لحد. رد الدكتور طيب والنشوة؟ وطيت وشي في الأرض، معرفش حاجة عنها، عمري ما جربتها قبل كده. الدكتور هز راسه بخيبة أمل. مش كويس خالص، زوجة صغيرة زيك لازم تتمتع وتوصل للنشوة وهي في العلاقة. النشوة دي بتساعد جدا في الإباضة والولادة. ده أنا سكت كده تماما. الدكتور طيب اسمعيني، احنا دلوقتي لازم نعمل فحص كامل للجسم ونشوف لو عندك أي مشاكل في المناطق الخاصة. تمام؟ أنا ما اتكلمتش، عقلي كان رافض بيقول لي قومي اهربي، بس قلبي لأ. قلبي كان ملهوف على كلمة ماما. هزيت راسي بالموافقة، قررت إني هتعاون معاه بالكامل مهما كان التمن. قام الدكتور من على الكرسي ومشي ناحية الكابينة الزجاج اللي عليها ستاير. تمام يا مدام ميادة، اتفضلي ادخلي الكابينة ديت وشيلي هدومك، كل هدومك يا مدام، والبسي الروب ده. أنا أشيل كل هدومي؟ طبعا، ده فحص وفحص كامل علشان أقدر أشوف كل حاجة بوضوح. ما تقلقيش، أنا متعود وده شغلي. دخلت الكابينة وأنا جسمي كله بيرتعش. دي أول مرة أبقى كده قدام راجل غريب، يعني راجل غير جوزي رجب. قلعت هدوم قطعة، كل حتة كنت بقلعها كنت بحس إني بقلع معاها حتة من حياتي، لحد ما بقيت واقفة بدون ملابس تماما. جسمي كله كان بيتنفض. لبست الروب الأبيض، كان واسع وخفيف وكان مبين كل حاجة تقريبا. رجعت فتحت الستارة وبصيت له. أنا جاهزة. ابتسم لي، قال لي اتفضلي يا مدام، تعالي هنا على سرير الكشف. قال لي ارفعي رجليك يا مدام وحطيهم على السنتين دول. طبعا السنتين دول اللي هما بيرفعوا رجليهم بيسندوهم عليهم في الكشف. رفعت رجلي ببطء ووضعي ده خلاني مفتوحة بالكامل. وشي ولع نار. الدكتور جه ووقف جنبي، حط ايده على ركبتي. لمسته مش طبية، لمسته كانت دافية بزيادة. قال لي ما تتكسفيش يا مدام ميادة، انا هنا علشان اساعدك. وبدأ يرفع الروب الابيض، رفعه لحد وكشف عن كل حاجة. بدأ يبصلي بصة طويلة، حسيت اني عريانة من روحي. قال وهو بيقرب اكتر وبدأ يحط ايده كانت خبيرة بس في نفس الوقت كانت جريئة. لمسته كانت مختلفة عن لمسة اي دكتور، حسيت بيها بتتوغل.
بحس كل حتة فيا. مكتومة طلعت مني غصب عني. قال لي بتتوجعي؟ هزيت راسي بالنفي. مش وجع، ده احساس غريب، احساس بنار بتولع جوايا. قال لي تمام كده، مفيش اي مشاكل في الرحم. شكله نضيف جدا. شال ايده وبعدين رجع حطها تاني. المرة دي كانت غير. قال لي دلوقتي هنعمل حاجة بسيطة، هنعمل فحص من الخلف. يا نهار اسود، ارجوك يا دكتور بلاش من الخلف. صوتي طلع ضعيف ومخنوق. ليه يا مدام ميادة؟ ده فحص مهم جدا، بنشوف لو في التصاقات او في مشاكل في المنطقة دي، يعني ممكن تكون مؤثرة على الرحم. ده بيساعد قوي في الحمل. فاتلجلجت وقلت له بس انا ما بعملش كده. قال لي ما انا عارف، بس ده فحص طبي، ما تتكسفيش مني، انا دكتور. غمضت عيني ساعتها وقلت في سري يا رجب، انا بعمل كل ده علشانك، علشان خاطر عيل. حسيت بيه بيبدأ لمسته، كانت جريئة لدرجة اني حسيت اني بتفكك. اول مرة في حياتي يحصل معايا كده. جسمي كله كان بيتنفض، مش من الوجع، لأ، من الإحساس اللي بيولع جوايا. أهات مكتومة مني، وهو كان مكمل، كان فاهم إني خلاص مستسلمة. فضل مكمل والإحساس كان بيزيد لدرجة إني ما بقتش قادرة أميز بين الوجع والمتعة. لما خلص، لما سحب إيده حسيت إن نص روحي طلعت مني. قال لي تمام يا مدام ميادة، كده مفيش أي مشاكل، كل حاجة تمام، تقدري تقومي تلبسي هدومك. قمت وانا رجلي مش شايلاني. دخلت الكابينة ولبست بصعوبة. خرجت لقيته قاعد على مكتبه بيكتب حاجة كده. ها يا دكتور، في ايه؟ قال مفيش اي مشاكل عضوية عندك، كله تمام. المشكلة كلها نفسية، عدم وصولك للنشوة بيأثر على الإباضة، وعدم ممارسة الجنس بانتظام بيقلل فرصة الحمل، وجوزك اللي بيخلص بسرعة ده. كل دي حاجات مرتبطة ببعضها. مديلي ورقة وفيها فيتامينات، بس أهم من الدواء ده إنك ترجعي تحسي بإنك ست، ترجعي تحسي بالمتعة. بصلي بصة فيها تحدي وفيها إغراء. وإنت يا مدام ميادة لازم تتعلمي إزاي توصلي للنشوة، ودي مش حاجة يعني بتيجي بالدواء، دي بتيجي بالخبرة وبالممارسة. قلبي دق، فهمت هو عايز يوصل لإيه. قلت لأ مستحيل، أنا بنت ناس، أنا مش فاهمة يا دكتور. ابتسم لي كده. هتفهمي يا مدام ميادة، هتفهمي لما جسمك يبدأ يطلب العلاج. العلاج مش كل دواء، ده جزء منه بس، انك تكتشفي جسمك من تاني. اشوفك بعد اسبوعين علشان نتابع. خرجت من عنده وانا بتوه، جسمي كله كان بيألمني. انا كنت رايحة اتعالج من عدم الانجاب، لقيت نفسي بتعالج من جفاف سنين، والدكتور ده فتح فيه ابواب عمري ما كنت اعرف انها موجودة. روحت البيت، رجب رجع. هاي يا حبيبتي طمنيني. الدكتور قال لي اني كويسة، مفيش مشاكل عضوية، وكتب لي شوية فيتامينات، وجه علينا بالليل. رجب حب يقرب، بس انا ما كنتش هنا. لمسته ليا كانت باردة قوي، كانت ناشفة. كنت بقارن غصب عني، بقارن لمسته السريعة العشوائية بلمسة الدكتور، ايده الدافية الخبيرة اللي كانت عارفة هي بتعمل ايه. رجب خلص كالعادة في دقيقتين واداني ظهره ونام. فضلت انا صاحية جنبه والدموع مغرقة مخدتي. بس المرة دي ما كنتش بعيط علشان ما عنديش عيال، كنت بعيط لاني عرفت يعني ايه احساس تاني. الاسبوعين اللي بعد كده كانوا جحيم. كل يوم ابص في المراية واقول لنفسي انتي واحدة رخيصة، ازاي سمحتيله؟ بس بالليل لما الضلمة تيجي كنت بفتكر لمسته، بفتكر رعشة جسمي بقى بيطلب، بقى عطشان. يوم المتابعة جه، كذبت على رجب، قلت له ان انا رايحة اجيب نتيجة التحاليل جديدة. لبست احسن حاجة عندي، رحت العيادة وانا رجلي بتخبط في بعضها، مترددة وخايفة بس عايزة. العيادة كانت فاضية، كان عارف اني جاية. خالد السكرتير ابتسم لي ابتسامة غريبة وقال لي اتفضلي يا مدام ميادة، الدكتور مستنيكي. دخلت. اهلا، كنت مستنيكي، ايه الاخبار؟ قلت له انا كنت تعبانة يا دكتور، مش فاهمة مالي. ابتسم كده وقال لي انت مش تعبانة، انت بتصحي، وده اللي احنا عايزينه. لازم نكمل ايه؟ قال لي نكمل التمرين، جسمك لازم يتعلم يوصل للنشوة دي لوحده، وده لازم تمرين عملي ومتابعة، يعني زي المرة اللي فاتت بالظبط، بس المرة دي عايزك تركزي اكتر، سيبي نفسك خالص، هو ده علاجك.
ودخلني الكابينة تاني. قعدت هدومي، بس المرة دي ما كانش فيه خجل، كان فيه ترقب. نمت على سرير الكشف. المرة دي ما كانش فيه فحص، ما كانش فيه أسئلة طبية، كان فيه تعليم. كان بيلمسني وهو بيهمسلي في ودني ويقولي سيبي نفسك خالص، حسي بيا، حسي بكل لمسة، هو ده علاجك. وأنا سبت واستسلمت للإحساس اللي كان بياكل فيا، الإحساس اللي رجب عمره ما عرف يديهولي. لأول مرة في حياتي صرخت، مش من الوجع، صرخت من المتعة. عرفت هما كانوا بيتكلموا عن ايه، عرفت يعني ايه نشوة، وبقت عادة جلسات علاجية مرة كل أسبوع. كنت أروح له زي المدمنة اللي راحة للجرعة. بروح ميادة المطفية وأرجع من عنده ميادة الست الكاملة. كنت بكذب على رجب، كذب ورا كذب. كنت بحس بالذنب طبعا، كنت بموت من الذنب كل لما ابص في وشه، بس ما كنتش قادرة اوقف، ما كنتش قادرة ارجع تاني للبرود والموت اللي انا كنت عايشة فيه. بعد 3 شهور من العلاج الدورة اتأخرت يوم 2 اسبوع. قلبي كان بيدق زي الطبل. رحت اشتريت اختبار حمل وانا رجليا مش شايلاني. دخلت الحمام وعملته، طلع لي خطين لونهم احمر وواضح زي الشمس. خرجت الراجب ووريته الاختبار، اتنطط زي العيال الصغيرة، شالني ولف بيا ودموعه نزلت على خده. كان بيصرخ من الفرحة. هبقى أب يا ميادة، أنا أسعد واحد في الدنيا. أنا كنت بعيط معاه، بعيط من الفرحة وبعيط من الرعب. دموعي كانت خليط محدش في الدنيا فاهمها غيري. هو جه بالليل وقفت قدام المراية، حطيت ايدي على بطني. رجب فرحان بالعيل اللي جاي، وأنا فرحانة باللي فات. ابتسامة صغيرة قوي اترسمت على وشي، ابتسامة ليها سر واحد بس، سر مش هيخرج برا أوضة الكشف في العيادة. ياه، سر بيني وبين الدكتور. وهنا خلصت قصتنا، واستنوني في الحلقة الجاية. ولو عجبتكم قصة النهاردة اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.